السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. أقدم لكم اليوم الطريقة الصحيحة لقلي الباذنجان بدون أن يشرب زيت وبنفس الوقت يكون مقرمش ولذيذ. الطريقة جدا سهلة وبسيطة. نبدأ بسم الله. أولا نقوم بتقطيع الباذنجان بهذا الشكل. نقطعه إلى قطع متوسطة الحجم، يعني لا تكون سميكة ولا تكون خفيفة جدا مثل ما تلاحظون بهذه الطريقة. طبعا الباذنجان يكون مغسول جيدا. بإمكانكم استخدام الباذنجان بقشره أو بإمكانكم التخلص من القشر حسب ذوقكم، ولكن طبعا القشر فيه فوائد كثيرة فلذلك احنا استخدمناه بالقشر. بعد ذلك نضع قليلا من الملح إلى الباذنجان بهذا الشكل، ونضعه في مصفي حتى يتخلص من الماء الزائد بهذا الشكل، ونتركه لمدة ربع ساعة. بهذا الشكل نتركه لمدة ربع ساعة، وبعد مرور ربع ساعة هذا هو شكل الباذنجان، قد تخلص من الماء الزائد مثل ما تلاحظون. هذا هو ماء الباذنجان. والآن نقوم بالخطوة التالية، نغمر كل حبة من حبات الباذنجان بالطحين بهذا الشكل. بهذا الشكل نغمر حبات الباذنجان ونتخلص من الطحين الزائد حتى لا تتكون لدينا طبقة سميكة من الطحين. طبعا الطحين يعطي قرمشة للباذنجان وبنفس الوقت يمنع شرب وامتصاص الزيت. بهذا الشكل إلى أن نكمل كل حبات الباذنجان. بعد ذلك نقليهم في زيت على درجة حرارة متوسطة بهذا الشكل، ونقلبهم على الجهة الأخرى حتى يصبح لونهم ذهبي وجميل من الجهتين. بهذا الشكل مثل ما تلاحظون. بهذا الشكل، وبعد أن ينضجون نضعهم في طبق التقديم بهذا الشكل. لاحظوا يكون مقرمشين وبنفس الوقت لا يشربون كمية كبيرة من الزيت. وهذا هو الشكل النهائي أعزائي للباذنجان مثل ما تلاحظون. يكون مقرمش من الخارج ويكون جدا لذيذ طبعا، ومن الداخل يكون طري قليلا بهذا الشكل. هذا هو الشكل النهائي. أتمنى أن تنال إعجابكم هذه الوصفة، وإذا أعجبكم الفيديو المرجو الضغط على لايك وشير والاشتراك في القناة لكي يصلكم إشعار بالوصفات الجديدة. شكرا لمتابعتكم وأترككم في أمان الله.